عايز اقول لحضراتكم، ودي هنا الى جمهور الزمالك، انا هنا بخاطب جمهور الزمالك، خلي بالكم من نقطة مهمة. في ناس من مصلحتهم انه تجربة حسين لبيب، عمرو الجنايني، حازم امام، ميدو تفشل. تاني، في ناس من مصلحتهم انه تجربة لجنة التخطيط الجديدة المستحدثة داخل نادي الزمالك، اللي هي حسين لبيب، عمرو الجنايني، حازم امام، احمد حسام ميدو، تفشل. ليه؟ لانه هؤلاء الاشخاص، على فكرة هو مش شخص واحد، هؤلاء الاشخاص، هؤلاء المنتفعين، وجود او عدم وجود لجنة تخطيط وإدارة الكرة وملف الكرة كما كان يتم إدارته سابقا، كان بيوجد ليهم مصالح. وأنا بقولها مباشرة، كان بيوجد ليهم مصالح. وجود هذه اللجنة اللي بين قوسين تقدر تقول عليها إن هي لجنة شبعانة ماديا وشبعانة شهرة، مش عايزة شو ولا كريدت عند الجمهور، ده بيقفل عليهم حنفية هذه المصالح. فهو ما عندوش مشكلة وهو زملكاوي انه يتمنى خسارة الزمالك وهزيمة بيسيرو ورحيل بيسيرو، بس عشان يثبت ان الناس دي غلط ووحشين ورجعوا لي بس اللي انا عايز ابقى موجود تاني في الاجواء. وبرجع واقول، هو مش شخص، هم مجموعة